سؤال محيرني يا جدعان. الناس اللي بتدور على سكن في الامارات، سواء سراير او بارتيشنات او الكلام ده كله، وانت بتدور على سكن، لو رحت لصاحب شقة باكستاني هندي بنجالي، تخش مثلا تلاقي البارتيشن متر او متر 20 في 60. بكام يا عم البارتيشن ده؟ ب1000 درهم. زي الفل، هو تمامه كده. نفس البناية ونفس الدور، وتروح شقة تانية تلاقي صاحبها عربي، ايا كان جنسيته هو عربي بقى وخلاص، عشان ما نقولش حد معين. بكام يا عم البارتيشن؟ نفس التقسيمة ونفس المقاس ب1300. او بعض الناس مش هتبطل جشع، يعني ما هو جنبك بيبيعوا او بيأجروا في الشهر ب1000 درهم، انت ليه عارض حتة حاجة قد كده ب1300 درهم يعني؟ وتيجي اخر ما تنزل معاه يقول لك 1250. هو البارتيشن كله تمامه من 900 ل 1000 درهم. فاحنا يعني عشان ربنا يبارك لكم في لقمه عيشكم، وربنا يبارك لكم في الحاجه بتاعتكم، امشي باسعار السوق. يعني لو تخش السكن او تشوف البوست منزله على الفيسبوك، هو عارض حته من الجنه، تخش السكن زعيق وقله ادب ودوشه وفوضى وحاجه وحشه قوي يعني. فاللي هو اعرض بس وكل عيش، بس ما تحفش عشان ربنا يبارك لك في لقمة عيشك. بعض البلوكارات، انت جايب بارتيشن ب1000 درهم لعام لزبون، عايز تاخد على البارتيشن ابو 1000 درهم 150 درهم، ربنا يرزقك وكل حاجة، بس برضه بلاش جشاعة. يعني اللي هو خد اللي انت عايزه، بس خد في المعقول. الناس اللي بتدور على سكن في ديرة، المركبات، صلاح الدين، الرقة، كل نطاق الحدود ده في شاب مصري حتة سكرة ومحترم جدا وابن ناس جدا، وهيجيب لك سكن في المكان اللي انت عايزه. اللي محتاج اي سكن، محتاج سراير، محتاج بارتيشنات، وبيجيب لك على قد فلوسك. وحد مش بياخد فلوس كتير على فكرة، انا قابلته صدفة وهو جاب لي سكن من كام يوم، وحد محترم قوي. والناس المحترمة كتير، بس المجال ده من النادر اما بتلاقي فيه ناس محترمة. انا بتكلم دغري وصراحة. فاللي محتاج رقمه، محتاج اي سكن، كلمني ابعت لك رقمه، هتتواصل معاه، هيوجد لك طلبك وبأقل التكلفة.